هي اللغة التي تحدث بها سيدنا آدم؟ هو انت من حضرتك؟ أنا علي الهلال. لا بس انت مش ينفع تقعد جنبي كده. أنا والله يعني أنا لقيتك قاعدة في الشارع لا انا مش قاعده في الشارع، ده بيتي. بيتك؟ لا أنا ما أعرفش والله، يعني ده أنا بيتي. ده بيتي. تعالى يا ابراهيم، ده بيتي اصلا، ده محل. تعالى طيب. اتفضل شوف. ممكن ندخل عادي؟ عادي. تعالوا أما نشوف إيه يا جماعة الموضوع ده. ده بيتي ومعايا حماتي قاعده معايا. دي حماتي. السلام عليكم يا حاج. بصي اولا يعني انا بشكرك على انك يعني سمحت لنا ان احنا ندخل بيتك ونصور، بس انا والله دماغنا. بس انت حضرتك مين اصلا يعني عشان انت تدخل وتتكلم وتصور؟ انا اسمي علي الهلالي، انا مذيع واحنا بنقدم برنامج بنحل مشاكل الناس، فانا ما اعرفش انت قاعده في بيتك يعني. لا ده بيتي وانا قاعده قدام الباب عادي. بيت حماتي وانا قاعده معاها. ازيك يا حاجه؟ ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عندك كام سنه؟ يا كتير. ربنا يديها الصحه يا رب. هي مريضة فراش على فكرة، بقالها فترة جامدة على كده، داخلة في 9 سنين على كده. عندها ايه يعني؟ النص التحتاني ما بيتحركش. شلل يعني؟ لا هو لوحده ما بتتحركش ولا بتقوم. هي انا بدخلها الحمام هنا وبحميها وكله. يعني حماتك؟ فين زوجك؟ محبوس واخد 6 سنين ومعايا 4 عيال. ربنا يا رب يفك الضيقه ان شاء الله يا رب. وانا عيالي ال3 نايمين جوه، معايا 6 ابتدائي ومعايا 3 ومعايا 2 اولى. طيب احنا عندنا اول ركن من اركان الاسلام ايه؟ شهاده ان ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله. الف الف مبروك، انت كسبتي معانا. هقدم لك جايزه يعني مقدمه من البرنامج لحضرتك دلوقتي حالا بعد التصوير. على دماغنا يا استاذ علي. اهلا وسهلا. ويعني حضرتك بتحكي مأساة، في مأساة حضرتك حكيتها لي دلوقتي، 4 اولاد وابوهم محبوس وست مريضه. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرجعهم لك. بس ما تعيطيش يا حاجه، ما تعيطيش، سلمي امرك لله. دلوقتي روحي يا جو دلوقتي. ونعم بالله ان شاء الله. في رقم ممكن للتواصل او هيكون عليه محفظه؟ معايا رقم جوزي. عليه محفظه؟ باسم ايه بقى؟ باسم فاطمه السيد. الرقم انا هاخده منك دلوقتي وهتلاقوه ظاهر يا جماعه دلوقتي قدامكم. الناس دي عيله كامله متدمره زي ما احنا شايفين. لو انت حالك، انا مش عايزك تزعلي يا حاجه، بس بالله عليك والله دموعك بتوجع قلبي. يعني ان شاء الله ان شاء الله خير. لا باذن الله ربنا يرجعهم لك بالسلامه ان شاء الله. ماشي. بصي هو على فكره انا مش جاي لك عشوائي يا استاذه فاطمه. انت على في دماغنا. ناس اهل خير هم اللي دلوني عليكي. على دماغنا انت وهم. انا كنت فاكرك قاعده في الشارع الصراحه. لا هو ده بيت حماتي وانا قاعده معاها في البيت. بصوا كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. انا هسيب الرقم يا جماعه ظاهر قدامكم، واي حد يقدر ان هو يساعدها باي حاجه يتواصل معاها على الرقم ده، والرقم عليه محفظه برضو. اللي حابب يساعد الناس دي الرقم ظاهر قدامكم، واللي مش قادر يساعد باي حاجه كفايه بس انك تشارك الفيديو ده. الدل على الخير كفاعله. احنا بنحاول ان احنا نقف جنب بعض، لان ربنا عز وجل بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. استاذه فاطمه ام ايه بقى؟ ام رشا. ام رشا، حضرتك موافقه ان احنا نذيع الحلقه دي؟ على دماغنا. موافقه يا حاجه ان احنا نعرض الحلقه دي؟ يمكن ان شاء الله ربنا يجعلها خير ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. ماشي. انا اسف جدا على الورق. ايه ده بقى؟ الشهادات بتاعت العيال ال4. ان شاء الله خير يا خير الحمد لله. انا بتمنى بس ان انا اسد القروض اللي عليا واسد ديوني وخلاص. عليك ديون؟ عليا اقساط وعليا 4 قروض بسدهم. ان شاء الله ربنا يجعلنا سبب يا رب. ماشي يا ام رشا. اي اوامر؟ ماشي يا بالرقم. انت اسمك ايه بقى؟ ابراهيم. عشت الاسابيع يا ابراهيم. الرقم حضرتك اهو. ماشي. الرقم ظاهر قدامكم يا جماعه 010 30 2 4 80 5 8 باسم فاطمه. فاطمه ام رشا. فاطمه. ماشي يا استاذه فاطمه. ماشي. شكرا. العفو. السلام عليكم. وعليكم السلام.